السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم بصراحة، هل فعلا لغة PHP ماتت؟ ناس كتير أول ما تسمع كلمة PHP بيضحكوا أو يقولوا يا عم دي لغة قديمة، دي للناس اللي لسه في الجامعة، مين بيشتغل بيها أصلا؟ طيب خلينا نسأل سؤال بسيط، ازاي اللغة ماتت ولسه مواقع زي فيسبوك، ويكيبيديا، سلاك، وحتى ووردبريس اللي بيشغل أكتر من 40% من الإنترنت بيشتغلوا بيها؟ تعالى نحكي القصة من الأول. الجزء الأول تاريخ PHP بإيجاز. لغة PHP بدأت سنة 1995 واتعملت في الأساس كأداة بسيطة لمعالجة النماذج على الويب. مع الوقت تطورت بشكل كبير لحد ما بقت واحدة من أكتر لغات الويب استخداما في بداية الألفينات، وده كان بسبب سهولتها. أي حد عنده شوية HTML ممكن يبدأ يكتب PHP ويحس إنه بيبني موقع كامل، لكن للأسف السهولة دي كانت سلاح ذو حدين. الجزء التاني، ليه الناس بدأت تكرهها؟ معظم الناس اللي اشتغلت ب PHP في بدايتها اشتغلوا بيها بشكل عشوائي، مفيش structure، مفيش قواعد واضحة، مفيش OOP محترم في الإصدارات القديمة، وده خلى المشاريع الكبيرة تتحول لمستحيلات الصيانة، سباجيتي كود بالمعنى الحرفي. الميمز طلعت والمبرمجين بدأوا يضحكوا على اللغة دي، وده خلى صورتها تتشوه. الجزء الثالث، لكن PHP النهاردة مش زي زمان. من أول إصدار PHP 7 الأداء اتحسن جدا، بقت أسرع، دعم كامل لل OOP Type Declarations. مجتمع لارافيل غير شكل اللعبة تماما، بيخليك تبني PHP مبني على فريم ورك. لو ما تعرفوش، لارافيل هو إطار عمل تطبيقات ويب بسرعة وأمان وتنظيم عالي جدا. تقدر تقول لارافيل نقص PHP وأعادها للعبة تاني. الجزء الرابع، هل فيها شغل؟ هل تستاهل أتعلمها؟ في سؤال مهم، أنا كمبرمج جديد هل أتعلم PHP؟ بصراحة لو نيتك تشتغل في شركات كبيرة خاصة في الشرق الأوسط، PHP لسه مطلوبة جدا. في مصر والسعودية والإمارات في آلاف المواقع مبنية PHP ولارافيل ووردبريس، ده قصة لوحده. شركات كتير بتدور على مطورين ووردبريس بشكل مستمر، فلو اتعلمتها صح هتلاقي شغل وهتقدر تبني مواقع قوية بسرعة. الجزء الخامس، مقارنة سريعة مع لغات تانية. أكيد هتسأل، طيب أتعلم PHP ولا Node.js؟ كل لغة ولها مكانها. آم، PHP واضح متفوقة في الويب التقليدي والمواقع السريعة اللي محتاجة APIs WebSockets Real Time. Node.js ممتازة ليهم، لكن PHP بكتر مكتباتها ودعمها والمجتمع اللي حواليها تقدر تعتمد عليها بسهولة في مشاريع حقيقية. مش شرط تختار واحدة وتلغي التانية، تقدر تبقى فاهم أكتر من أداة وتستخدم كل واحدة في وقتها الصح. الخلاصة، PHP مش ماتت، اللي مات هو الجيل القديم من PHP اللي كان كله كود عشوائي وفوضى. الجيل الجديد PHP 8 ولارافيل أقوياء منظمين وأدائهم عالي جدا. فلو أقول لك PHP قديم أقوله اللي قديم هو تفكيرك مش اللغة. الختام، عايز سلسلة تتعلم فيها لارافيل من الصفر أو نعمل مشروع كامل ب PHP، اكتب في التعليقات، ابدأ واشترك في القناة عشان تشوف كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.